اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا، قناه فور يو من اجل فيديو جديد معانا عن الربح من الانترنت، وعن كل مشاكل الربح من الانترنت، وبالذات في الفتره الحاليه فتره التعديلات اللي بتعملها جوجل ادسنس، فتره تعديلات الحسابات المصرفيه، فتره تغيير وسائل السحب من جوجل ادسنس. ايه الحل وايه اللي بيحصل؟ الناس كلها متخوفه والناس كلها بتتساءل. في الفيديو ده هنتكلم عن الحاجات دي كلها ان شاء الله، بس يا ريت فضلا وليس امرا اللي بيزورنا لسه ما اشتركش معانا في القناه يشترك معانا ويفعل جرس الاشعارات عشان يوصله اشعار بكل جديد، يدعمنا بالاعجاب، يدعمنا بالتعليق، يشارك الفيديو مع كل اصدقائه عشان الكل يستفيد، يتابعنا على التليجرام، على الواتس، على الفيس، هنقدم لكم باستمرار كل يوم جديد. اشتراككم في القناه شرف لنا. في الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم عن الرساله اللي الكل بيتكلم عنها دلوقتي، كل منشئين المحتوى بيتكلموا عنها. لما دخلوا على القناه بتاعتهم لقوا عندهم الارباح مثلا $60، مثلا $90. دخل على جوجل ادسنس عشان يشوف ارباحه كام، لقى الارباح ناقصه النص او اكتر من النص. الارباح دي راحت فين؟ واللي زود التخوف ده اكتر ان هو لما دخل على حسابه لجوجل ادسنس جات له رساله: لقد تم حذف حساب الدفعات لجوجل ادسنس. طبعا هو شاف الرساله دي قال بس الحساب اتحذف، الدولارات راحت، شغلي راح، فلوسي راحت. لا، مفيش حاجه بتروح في جوجل ادسنس، فلوسك هتاخدها، ارباحك هتاخدها، مفيش حاجه هتضيع عليك. بس كل حاجه في جوجل ادسنس بتتحسب في وقتها، مش دايما الارباح اللي موجوده في القناه في نفس اليوم تلاقيها موجوده على جوجل ادسنس. لا، جوجل ادسنس ليه ميعاد بيعالج فيه الارباح اللي موجوده على القناه، لان كلنا عارفين في بعض منشئين المحتوى بيشتغلوا شغل مزيف او شغل مضلل، اللي هو مثلا ممكن يوجه المشاهد انه يدخل يشوف الفيديو والمشاهد ما يلاقيش المحتوى اللي هو دخل عشانه هو ده اللي موجود في الفيديو جوه. اليوتيوب بيشوف ان ده تضليل، دي مشاهده مزيفه، مش بيحسبها لي، فبالتالي اليوتيوب وجوجل ادسنس بيراجع المشاهدات بتاعتي، وبعد اسبوع او اكتر المشاهدات دي بتقل، فبالتالي الارباح هتقل، لانه ما دام ما اعتمدش مشاهده الفيديو مش هيعتمد الارباح اللي هتيجي عليه. فبالتالي جوجل ادسنس بيراجع المشاهدات بتاعتي وبيتاكد من المشاهدات الفعليه من المشاهدات المزيفه، فده بالتالي بيترتب عليه نقص في المشاهدات. دي اول حاجه بتعمل نقص في المشاهدات وبالتالي نقص في الارباح. تاني حاجه ميعاد معالجه المشاهدات دي، ان جوجل ادسنس بيعالج المشاهدات دي، وبالتالي بعد ما بيعالجها بياخد وقته بيضيف الارباح بتاعتي من قناه اليوتيوب لجوجل ادسنس في يوم من 8 في الشهر حتى 12 في الشهر. 15 في الشهر بيكون ضايف الارباح بتاعتي على جوجل ادسنس، وبالتالي جوجل ادسنس خلال 5 ايام او خلال اسبوع اقصى بيتم ارسال الارباح بتاعتي على الحساب بتاعي، سواء كان الحساب البنكي او سواء كان ويسترن يونيون. فالناس كلها دخلت على اليوتيوب لقت مثلا عندها ارباح $70 $90، دخلت على جوجل ادسنس بعد ما شافت اليوتيوب لقت في جوجل ادسنس الارباح $50 او $40 او $60، نقص كبير في الارباح بتاعتي. واللي زاد عن كده ان هم لقوا الحساب المصرفي بتاعي، الحساب الدفعات بتاعي في جوجل ادسنس اتلغى. قال بس يبقى الارباح اللي نقصت دي ضاعت علي. لا، ما تحكمش في كده وما تقولش كده غير لما يعدي يوم 12 او يوم 15 في الشهر، بعد ما يتم معالجة كل الارباح بتاعتك ويتم اضافتها من قناة اليوتيوب الى جوجل ادسنس. والكلام ده حصل في الشهور اللي قبل كده، وكانت في ناس خايفة بتقول الارباح نقصت، الارباح قلت. لا، هو ده السبب.
إن الأرباح بتنضاف على جوجل أدسنس ابتداء من يوم 8 في الشهر حتى يوم 12 أو 15 في الشهر. عشان يكون أقصاها يوم 21 جوجل أدسنس أرسل لي الأرباح بتاعتي على ويسترن يونيون أو على الحساب البنكي. فالناس ما تخافش وما تقلقش. أي نعم حساب الدفعات القديم اللي بالدولار اتلغى، لكن جوجل أدسنس نقلت الأرباح من عليه وهترسلهولي على الحساب بتاعي اللي أنا بستلم عليه الأرباح بتاعتي. عشان ابتداء من الشهر الجديد كل الأرباح الجديدة مش هتتحسب بالدولار، هتتحسب بالجنيه المصري وهقبضها بالجنيه المصري. ولسه جوجل أدسنس يوم بعد يوم بيبعتوا لنا رسائل بالنظام الجديد وبالطريقة الجديدة، وهيعوزوا نزودهم امتى بالحساب المصرفي اللي بالجنيه المصري اللي أنا هستلم عليه. وللمرة التانية بقول لكل المشاهدين اللي مرتبط حساب جوجل أدسنس القديم بتاعه بويسترن يونيون ما يضيفش أي وسيلة سحب تانية. ويسترن يونيون يقبل الصرف والتحويل بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، فعلى حد سواء كده كده هو شغال معايا، كده كده هستقبل بيه الأرباح بتاعتي سواء كان بالعملة المصرية أو بالعملة الأجنبية. الناس اللي خايفة ما تقلقش، هتستلموا أرباح في الميعاد بتاعها مع كل الناس اللي هتستلم الأرباح بتاعتهم. واللي بيفكر من دلوقتي يضيف الحساب البنكي اللي بالعملة المصرية بالجنيه المصري، لو الحساب عنده جاهز ينتظر لما جوجل أدسنس تطلب مننا نزودهم بالحساب الجديد، عشان الحساب الجديد هيتربط بحساب الدفعات الجديد اللي بالمصري بعد ما جوجل أدسنس ينتهي من إضافة كل الحسابات المصرفية للدفعات على حسابات جوجل أدسنس. لأن الحساب البنكي بتاعي اللي بالجنيه المصري أنا بربطه على حساب الدفعات اللي جوجل أدسنس بينشئهولي على الحساب الخاص بيا، حساب الأرباح بتاعي، سواء كان عن طريق المدونة أو كان عن طريق قناة اليوتيوب أو كان عن طريق تطبيقات جوجل كونسول. كل ده مرتبط بحساب أدسنس واحد، كل ده مرتبط بالحساب الدفعات بتاعي اللي أنا هربطه بالحساب البنكي اللي بالجنيه المصري. ده كان الشرح بتاعنا النهاردة. ما تنسوش يا جماعة دعمكم لينا، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلكم إشعار بكل جديد. دعمونا بالإعجاب، دعمونا بالتعليق، شاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم عشان الكل يستفيد. تابعونا على التليجرام، على الواتس، على الفيس، على كل مواقع التواصل الاجتماعي، هنقدم لكم باستمرار كل يوم الجديد. واشتراككم في القناة شرف لنا.